المعادل، صوت الحق في وجه الظلم. قناتكم لمعالة الحقوق، لأن الحق لا يمنح بل يستعاد. السلام عليكم إخوان، في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا حميد المهداوي غيهضر على قضية نور زينو وعلاقتها بمحمد زيان وبزاف ديال التفاصيل. إخوان ما تنسوناش من اللايكات والبارطاج. يقول بأنه كان عايش في إسبانيا كلاجئ، وبأن عدد من الناس يعني المغاربة بينهم محمد زيان ومعارضون معروفون ب يعني انتقاداتهم يعني العنيفة للنظام والقاسية، على أنهم كانوا كيحرضوه ضد المملكة المغربية وضد الاستقرار ديال البلاد وضد مؤسسات وضد مسؤولين كبار في الدولة المغربية. حتى هنا الحكاية جميلة، لأن أي إنسان يبلغ إلى علم أمور تمس بالدولة المغربية أو باستقرار أو بسلم من واجبه الديني والوطني القانوني الأخلاقي أن يبلغ، ونحن نؤيد أي ممارسة في هذا الاتجاه. ولكن عندما يصاحب هذا التبليغ مساس بالدين الإسلامي، مساس بالمؤسسات ديال البلاد، بالوطن وبالقانون الجنائي وبالأخلاق وبالآداب العامة، لابد كصحفي من واجبنا الأخلاقي أن ننبه إلى هذه الأضرار الخطيرة والخطيرة جدا. هنوقف معكم في هذه الرحلة عند أين يتجلى الإضرار بالدين الإسلامي، أين يتجلى الإضرار بالقانون الجنائي ومخالفة قواعده، أين يتجلى الإضرار بالآداب العامة، ونطرح بعض الأسئلة المهمة جدا. ولكن قبل هذا الشيء أخوتي المغاربة، لابد من نوضح بعض الأمور في غاية الأهمية. ولأن هذا الشخص يعني تبلغ، ولأنه يتحدث عن أشخاص يعتبرهم بعد يعني أعداء الدولة حسب الوصف ديال بعض عباد الله، طبعا كيعتبرهم من أعداء الدولة المغربية. والحال عنقول لكم بمنتهى المسؤولية، احنا في هذه القناة كنعتبرهم مغاربة، وعنقول لكم بمنتهى المسؤولية لا نتفق مع تصريحاتهم وطريقة تعابيرهم، ما كنتفقش، وهذا حقنا، هذا حقنا طبعا، ولكن ما يمكنش نقول لهم ماشي مغاربة، ما كنتفقوش معهم وبزاف ديال المسؤوليات، وهنا ماشي المجال اللي فيه نقول هذه الحوايج، ولكن واجب نوضح هذه الأمور. ولكن حيت البعض مادام في هاد الاشخاص اكيد وحنا ولفنا هاد الشيء الناس غيستهدفونا ويحاولوا ينالوا منا، فوجب توضيح واحد النقطه مزيانه. كاين اشخاص معروفين في معارضين للبلاد، وكاين من اشهر الناس، الله شهيد على ما اقول، ولكن ما بغيتش نسمي قبل ما نمشيو لديك المحنه السجنيه، في اتصال هاتفي اتصل بينا، شنو قلنا له؟ والله شاهد علينا، نصحناه. هذا كرأيي، عندي الصح ولا ما عنديش الصح، تنقول لكم اين شنو كيبان. كان مكالمه في التليفون الثابت، اتصل بيا واحد النهار، انا فلان مرحبا، الله يجازيك بخير اخي، الى هذا الشيء راه غتستافد منه الجزاء. انا ما ندخلش معاك ظلموك ما ظلموكش درتي، نسلم فرضا، ولكن في اخر المطاف هذا الشيء راه كيدور غير البلاد. علاش؟ لان كاين متربصين، كاين اللي يبغي يستعمل روايتك، كاين اللي عايز يستعمل نقاشك، كاين في اخر المطاف شنو غتصوروا؟ انت تتصارع مع اشياء ما عندهاش نهايه، حتى لا سلمنا بداك الشيء كتصارع مع شي حاجه غادا تضيع الصح. ما تنقولكش اسيدي اسمع في حقك الا كان، تنقول لك غير كون ذكي، ما تعطيش فرصه للناس. هذا كان وجد، هذا الشيء داز عليه 5 سنين، ولكن حيت عارفين الا ناقشنا دابا الناس يقولوا لا، نحن نخدم هذا الوطن في العلن وفي السر في هذه البلاد هذه السعيده، وكنا نكون عصا عليها على اكثر من وجه. شخص اخر كذلك ربما هو اشد الناس من داخل اللي خلق مشاكل البلاد، واللي عنده تقريبا هذا الشيء عمره هضر معايا، يعني منين خرج من واحد المحنه، واحد النهار كيعيط ليا، والله شهد على ما اقول، قلت له فلان رجاء، عطيته واحد النصيحه في شي حوايج عندنا مهمه في هذه البلاد، ما بغيتش ندخل في التفاصيل، الله يجازيك بخير، هذه البلاد السعيده عندنا واحد البلاصه، هذا الكلام اللي كدير انا رجاء، رايي انا الشخصي، رايي يدير به ما يديرش به داكشي شغله، ولكن هذه هي مواقفنا الحمد لله، احنا في السر وفي العلن، احنا في السر وفي العلن. وملي كنوجهوا انتقاداتنا احنا كنوجهوها من داخل هذه البلاد السعيده، وما كنصادرش حق شي واحد برا، شغلو هذاك كنهضر على راسي،
اللي بغى يمشي على الجزائر في جريده الخبر، اللي بغى يمشي لجريده واش، هذاك شي حقوق ما يمكنش نقول لا هذاك خطا. ولكن كنهضر على انا ممارسي وانتم كتعرفوها، ملي كنتقد بما يليق في هذه البلاد، وكنراعيو الاوضاع الاعتباريه ديال كل واحد ومن داخل هذه البلاد وعلى داك الشيء اللي قدينا عليه الحمد لله. اذا هذه النقطه تكون واضحه. نقطه اخرى مهمه كذلك، كاين واحد المحامي هنا ما غاديش نجبد سميتو، علاش؟ لانه كاين واحد الصداقه بيناتنا. نقدر نكون في هذه ما موفقش، نقدر يكون ما عنديش الحق، قبلوا عليا، هادشي اللي قسم الله، فما نقدرش نسمي الاسم ديالو لانه كاين صداقه وكاين حوايج يعني ادم كيكون واحد النوع من الود، واحد النوع من، ولكن هذا الود وهذه الصداقه ما كتمنيش ندير خدمتي. فكنوجه رساله لهذا السيد، ما قدرتش نصبر على هذا الشيء، ما قدرتش نصبر على هذا الشيء، وخصوصا كاين واحد المخالفه مهنيه في المهنه ديال المحاماه. ولهذا اذا كنت انا صحفي حقيقي خصني فيما بانت لي شي حاجه كتضر ولا ماشي صحيحه، والكمال لا يقدر داك الشيء يكون دار بحسن نيه، ولكن واجبي الصحفي ننبه. واي واحد يشوفني كنسترو ولا كنضرق عليه خصو يعرف بانني غنضرق على الاخر. الصحفي خصك تكون صديقه الحقيقه، وتكون الهدف ديالك هو خدمه الحق لا اقل ولا اكثر. قلت لكم هذه التصريحات وهذه الندوه اولا كتضر الدين الاسلامي. نحن دولة إسلامية. الفصل الثالث من الدستور: الإسلام دين الدولة. عقلوا خوتي المغاربة، شي نعاونكم مهم بزاف. الإسلام دين الدولة، تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدين. لا يقول الفصل أن الدولة تضمن حرية ممارسة شؤونه الجنسية. الدولة المغربية ما كتضمنش الشؤون الجنسية، ممارسة كتضمن الدولة المغربية صحيح ممارسة شؤون الممارسة الجنسية، ولكن في إطار عقد الزواج. في الزواج الدولة كتصالح، أما خارج إطار الزواج فكاين القانون الجنائي والفصول. لا. إذا الدولة ما كتضمنش الشؤون الجنسية خارج الزواج أو بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة، باش نكونوا واضحين. شنو اللي كينظم الدولة؟ كينظمها قانون باش كتمشى أي مجتمع، واللي ما عاجبوش شي قانون يبدلوا بطرقه اللي قد عليه يديرها. ولكن حنا مادام هذا القانون قائم فهو خصو يطبق، وكصحافي واجبنا نحميو القانون، وكشفنا شي مخالفه قانونيه خصنا نقولوها. اذا هذه الندوه الصحفيه فيها تفاصيل مخالفه للقانون. الاسلام دين الدوله. انك تبلى بواحد حاجه مخالفه للشرع، مثلا تبلى بالخمر اللي هو محرم، تبلى مثلا بمنطق الدين، تبلى مثلا بانك اولا عندك مشكل ميولات جنسيه، حنا ما يمكنش نقول لك غنقتلوك ولا غنصادروك ولا غندخل، ولكن على الاقل في تربيتنا الدينيه كنعرفوا ولا تنقولوا اذا ابتليتم فاستتيروا. كتاب عليك المكتب بلي بشي الشذوذ الجنسي حنا ما نبغيوش، ولكن غا عندنا توجيه اسلامي. ملي كتكون عندك شي حاجه على الاقل ما تجاهرش بها. المجاهره بالفاحشه، المجاهره بالفاحشه، وبالنتيجه التطبيع. اسمعوا خوتي المغاربه اش يقول لكم واعر، هو انك كتاهل المجتمع تدريجيا يطبع مع الفاحشه. بحال دابا رايه اسرائيل، واش عرفتوا علاش اسرائيل حي حد دابا ولات واحد الوقت هزيتي رايه فلسطين غتولي جريمه؟ شتي الاعلام الاسرائيلي الاعلام شحال ذكيه، شدد داكشي ديال قطر ولا لا خرج، لا ما خرج، بقاو تبرؤوا من تبرؤوا، ولا ما زيناش الرايه، لا زين الرايه، ولا الرايه الفلسطينيه جاو دابا الاسرائيليين شحال واعرين، ولا بنادم الرايه اللي مفخره فلسطين، ولا وهذا هو التطبيع. خصك تطبع مع الرايه ما تهزاش. هذا واحد الطريقه ثقافيه كدار. دابا حتى المثليه ها طريقه اخرى عاوتاني. نجي ولاو المثليه غنجي ندير ندوه صحفيه في دوله اسلاميه. الاسلام دين الدوله، غنجي وغندير ندوه صحفيه. وراه انت كمثلي يضربك شي واحد عندك حقوق، يأذيك شي واحد عندك حقوق. نحن ندين اي عنف ضدك، لا رمزي ولا لغوي. حنا في هذه القناه اي عنف، ولكن فين عندنا المشكل؟ المجاهره. انا مثلي، انا مثلي. ونخليكم تسمعوا باش ما نسمعوش عاد غنمشيو للنصوص القانونيه وغنمشيو للدين باش نعرفوا. دابا هذا السيد في ندوه صحفيه يوجه كيأكد لنا وكيقول لنا انا مثلي، انا رانا في وضع مخالف للقانون. وانا طحنت ادم، طحنته. كلمه طحنته ماشي اللي قلتها، انت قالت لي قالوا لي نطحنو، انت اللي غطحنو، انت مثلي بحالك بحالو غتنطحنو. وانا طحنته، انا مثلي بحالي بحالو، كاينش مشكل. انا مجاهره، يعلن علانيه على انه مثلي، وبالتالي انه مارس كيمارس عادي. انا ما معنى مثلي؟ يعني كاين واقع. اش كيقول القانون الجنائي؟ دابا غنمشيو للقانون الجنائي في المثليه، هذه الصفحه 158.
دابا القانون المغربي يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه عنده من 6 أشهر. هو كيعترف. ادم بحالو LGBT ميولاتنا واحده. والاعتراف ركن من أركان التلبس. الاعتراف سيد الأدلة وركن من أركان التلبس. هذا السيد كيقول لنا أنا مثلي كنمارس مع الشخص اللي بحالي. آدم تهو مثلي، آدم مثلي اللي درسوني الحبس، أنا مثلي هو مثلي في المملكة المغربية. ادم بحالو LGBT ميولاتنا واحده. في الرباط في بلاد الإسلام، المملكة اللي نشرت الإسلام في إفريقيا وفي العالم واللي حافظت على الدين الإسلامي. في القرن 21 ولا عندنا عادي ندوة صحفية أنا مثلي يقول لك حرية الناس وحقوق الناس لا، حريتك سير مارسها. كيبقى نظام الخاص كيخدع حنا المصلحة العامة كتغلب المصلحة الخاصة. هذا قاعدة. كاين مجتمع عنده هوية، عنده تاريخ، عنده مشاعر. إسلام كلا فيه العصا. قطر واجهت كبريات الدول العالمية باش تحافظ على دينها وعلى أسلوبها. دين، هذا دين. باقي سير دير أطر عباد الله ولا شوفوا كاين قواعد خصها تحترم. أنا مثلي اعتراف بجريمة. أنا مثلي. شوفوا شحال من اعتراف عادي. أنا مثلي. ها انتوما نطحنوا بعد العبارة العامة. شوف نطحنوا. شوفوا المصطلحات. الطحين وكلمة الطحين عندها واحد الدلالة سيئة في المخيال ديال الناس وعندها واحد الدلالات إيحاءات جنسية شوفوا أنا طحنت. انا نرجع لقضيه غادي سوني طلع صدات صديقي وانا طحنت ادم. طحنته. كلمه طحنته ماشي اللي قلتها. انت قالت لي قالوا لي نطحنوا. انت اللي غطحنوا انت مثلي بحالك بحالو غتنوض طحنوا. وانا طحنته. انت مثلي بحالك بحالو نطحنتو. انت مثلي بحالك بحالو قالوا طحنتو. طحن. شوفوا خوتي المغاربه. شوف دابا مع زعما ما كل انا غنجيكم الاعلام ديالنا. حنا عندنا الاعلام ديالنا ديك الرايه ديالهم ديال المثليين سمعوا عادي كاينش مشكل. كنحط الفيديو ديالي وحطوا بواحد الاعلام ديالنا حنا ديال LGBT. اوكي كانت ديما تنصور انا واحد الاعلام LGBT تيكونوا معايا وحطوا يعني ديالنا عادي. طحنتو الاعلام ديالنا. عندنا الرايه حنا في المملكه المغربيه في بلاد الاسلام. الاسلام دين الدوله وكيجهر بالفاحشه لان المثليه فاحشه. بغيت نرجع لكم اخوتي الاحاديث ورجعوا للقران اش كيقول في اعتقد سوره الزمر الا ما خانتنيش واحد اعتقد شي كاين ايات على قوم لوط وكاين حديث نبوي شهير وكاين هذا الاسلام. واش الاسلام هو نصوموا؟ انا دابا غنسول واحد السؤال. انا بغيت نعرف هذا الدين الاسلامي عند المسؤولين المغاربه او بعضهم. دابا الاسلام غتمشي للحج غتمشي تصلي 5 سنين شاده. نهار العيد الاضحى غتذبح الحولي زيد مزيان. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله زيد. نهار الجمعه نمشيو نصليو الجمعه زيد. عندنا واحد البلايصه ايات قرانيه على المثليات كيقول لا عطي لهذا النص. الاسلام عاد تعاملوا معاه كل الا بعض الامور بحال قطع اليد لان سيدنا عمر هذه عدد من الامور اللي عرفت التحول بالزمان وكانت عندها ظروف. ولكن المثليه يخرج يدير ندوه صحفيه انا مثلي وبنتي كتفرج فيه. بابا شنو هي مثلي؟ قدر كان ولدي بابا شنو هو مثلي؟ مالو بابا دار ندوه صحفيه. ايوا ما كاينش مشكله بابا في مثليه هو كيدير ندوه مالكم طبعوا مع المثليه هكا عادي ندوه صحفيه وفي بلاد الاسلام ما كاين مشكل. ايوا سيدي حنا غنبلغوا على ناس كيسيئوا الدوله. انا معاك دير رساله سير النيابه العامه دير ندوه صحفيه ما كاين باس. ما تقولش انا مثلي ولا حيد هذا النقاش. خصنا على الاقل استثيروا انا مثلي وقالوا انت مثلي وانا مثلي وعندنا رايه وحنا راه مثليين وكنديروا ندوات صحفيه في الرباط في العاصمه ولا راه مثلي. طبعنا شويه بشويه مع المثليه عوض من شوف كنا في جو ديال حكيم زياش وحكيمي. شو الرموز اللي كنعطيو ولادنا من حكيمي زياش من ركراكي الى المثلي. شوف النقاش كيفاش تغطى المنتخب. شوف الوقت اللي جات فيه هذه الندوه مثلي. الاسره المغربيه ما معنى الاسره؟ راجل ملي كتجي الاسره من راجل ومراه. علاه راجل مع راجل يعطينا اسره؟ مراه ومراه تعطينا اسره؟ طبيعه الراجل ومراه كيعطيونا اسره. هاد الركراكي ملي جات ثقافه الاسره
وكيفاش الملك استقبل الامهات؟ يعني الملك يعيد الدعم لهذه فكره الاسره. كان الملك ممكن يستقبلهم مع بوحدهم، جاء والديكم، بمعنى ان الملك عجباته الفكره ديال الاسره ويدعم في الاسره. وغنجيو حنا دابا غنعطيو واحد الايحاء بحال هكا السيد ضد الاسره، راجل ينعس مع راجل، مراه مع مراه. واذا ابتليتم، انا ما بغيناش نديروا ذاك النص ديال لا سيدي سير بينكم وبين الله وبين القانون. انا كنهضر على ملي كيولي علنا المجاهره، انا مثلي وانا مثلي وقالوا لي خرج مثلي وانا مثلي وعندي رايه وعندي كذا وفي الرباط في الرباط عادي، ما كاينش ادنى مشكل. شوفوا اخوتي المغاربه، دابا غنمشيو قلنا الدين الاسلامي، شفتوا دابا نمشيو للوطن. الوطن شوفوا شو الدقه شحال خطيره. قال لك هو هذا السيد كيعاود بان واحد السيده سميتها خرشش ولا شكون هي، هذه شي واحد وهبه، شي وحده ضابطه كانت في الامن، هربت. وشكون اللي هربها؟ البوليس ديال المغرب مع البوليس الاسباني. باش نحطكم الصوره وتعرفوا الخطوره. يعني غنجي بيا فم وقول ماشي الواقع، واخا تكون هي قالتها له، لا ملي كتقولها علنا شنو كتقلب هنا؟ باغي تخلق ازمه مع اسبانيا. شكون هو اهم جهاز عند اسبانيا؟ هو البوليس، الدوله العميقه. ايوا البوليس ملي غتتهموا انت بانه هرب، يلا وحنا اسبانيا بحال عطاتنا موقف رائع في الحكم الذاتي، يلا. وملي غتشوف هي مثلا دوا صحفيه وفي الرباط والسيد كان لاجئ عندها، تصدق في الرباط، تصدق لي زوطيل، تصدق الطياير، ربما تقول لك هذا وراه شي طرف في الدوله هو مول هذا الشيء. ايوا لا فهموا الصباليون هذا الشيء. كتهمني المؤسسه ديال البوليس يا سيدي انا كنهرب، عطيني ما يثبت. هي قالت ولا كانت هي ديك وهيبه خرشش بغات السيدي تخلق شي ازمه بين الصباليون وبين المغرب، هي تخدم اجونتا بهاد الندوه. علي قال شي حاجه صافي غندوزوه، نفترضوا كاع راه بوليس ما بين البوليس ودابا البوليس الاسباني. وكي داير هذا البوليس الاسباني تواطا شد الفلوس. بغيت نكمل شنو واش عطاتو فلوس. دابا عندك بوليس مغربي مع بوليس هي دابا هاد السيده ولا هاد السيد قدر يشري جوج اجهزه ديال جوج دول. شرا البوليس المغربي جزء منه، راه باش غتواطا فابور ولا دابا المنطقه غنتواطا معاك علاش؟ على سواد عيونك شي حاجه كاينه منفعه ماديه. قول لنا شنو هي المنفعه الماديه فيها جوج دول تواطؤوا باش دوز واحد السيده، بوليس مغربي وبوليس اسباني. لا فلونتي ساعمليليا والتواطؤ مع رجال امن اسبان ومغاربه، جوج اجهزه تقاس. واخا نخليو البوليس المغربي نمشيو للاسباني. وحنا دابا عندنا مشكله، نتوما كتشوفوا الرايه المغربيه فين طلعت والمنتخب فين طلعنا، وشفتوا الاستهداف ديال بعض المسؤولين المغاربه اليوم في الاتحاد الاوروبي وكذا. كاين عدد من الاستهدافات، الناس ما بغاوش المغرب يكبر. وغنجيو حنا اسبانيا وحنا عندنا علاقه متوتره مع فرنسا، واللي ممكن الرهان عليه اليوم يدافع على مصالحنا في الاتحاد الاوروبي هي اسبانيا. نجيو دابا في هذه اللحظه ونخرجوا نقولوا واسبانيا البوليس ديالها راه كيهرب وكذا. يلا غنضربوا دابا مصالحنا في الاتحاد الاوروبي وغنضربوا الموقف الاسباني، نضربوه ونهرسوه ديال الحكم الذاتي. علاش؟ لفائده شنو الربح في اخر المطاف؟ واخا البوليس المغربي دابا هذه ماشي اهانه، هيئه منظمه. هذوك البوليس اللي هربوها خص ما يتبت دابا. وشكون هما هاد البوليس دابا اللي هربوا؟ وحنا عندنا المخابرات كتعرف شنو. اذا حتى غيجي هاد الشاب عاد يقول لنا راه خصنا نكونوا عارفين ان جزء من البوليس لعب هاد الدور. واش كاين شي بحث تجاه شي بوليس اداري فهربوا؟ واش كاين شي بوليس مشدودين انهم هربوا؟ ما كاين حتى شي بوليس، ما كاين حتى شي لجنه، حتى شي بحث في هادشي. اذا هاد السيد لما قال الصح، اذا هذه اهانه هيئه منظمه. هذوك البوليس راه تابع لهيئه منظمه تهرب. واش الناس كيعرفوا الخطوره هذا الكلام ولا غيجي بيا فم موجود؟ دابا غتجي هنا والبوليس تواطؤ البوليس الاسباني مع التواطؤ ديال ودي رئيس مؤسسه الامن قد تقاص دابا هنايا. لا فلونتي ساعمليليا والتواطؤ مع رجال امن اسبان ومغاربه. شوفوا اخوتي المغاربه، شوفوا هذا الكلام شحال صعيب. الحموشي على راس واحد كيقول هاد الناس كينتقدوا الدوله، والحموشي اهم جهاز كيقول لانه شنو كيتقال هنا. كنعرفوا بعض الشخصيات اللي مذكورين كيعارضوا المؤسسه الملكيه وكيقولوا كلام قاصح في المؤسسه، نرفضه وندينه ولا نقبله. كنعرفوه. اذا هذا الشخص اللي هضروا معاه في مؤسسات من جمله المؤسسه الملكيه هو تيقول مع احترام السي الحموشي، ماشي هذا هو المقصود. بالعكس انا غنقولها للسي الحموشي بمنتهى المسؤوليه وربي شاهد عليا، الا فيه اساءه للسي الحموشي هذا التصريحات هذا السيد، اساءه ما بعدها اساءه. وانا اربع بالسي الحموشي زعما يكون في هذا الشيء. دابا انت كتقول الحموشي على راس الجهه ورأس المؤسسات راه هو الملكيه ماشي الحموشي. دابا سمعوا التصريح هذا كيفاش شحال خطير. بقاو تعطوني الاوامر الناس هادو باش نهاجم مؤسسات، نهاجم ونضرب في هياكل الدوله
وعلى راسها السي الحموشي. وكاين بزاف د الحوايج اللي ميمكنش نقولها لانه كلام قبيح وخايب بزاف اللي تقال في حق مؤسسات كبيره في الدوله وفي حق شخصيات كبيره في الدوله. دابا على راس هياكل الدوله السي الحموشي، وكنعرفوا ان الاساءات كاينه حتى المؤسسه الملكيه، وهادشي راه كنشوفوه بلا ما يقولوا، كنشوفوه في فيديوهات برا. ماشي جديد. دابا قبل ما نوصل واحد السؤال، انا جاني غريب هذا مع التحريض، والتحريض راه كاينه في فيديوهات كنشوفوه كيحرضوا الشعب كله، ماشي راه انت غيحرضوه، تيحرضوا الشعب المغربي كامل على افكارهم. تحريض دابا تجي تقول على راس هذه المؤسسه، وكنعرفوا كاين تحريض ضد المؤسسه الملكيه وضد مؤسسه الامن وضد الجيش، كاين بعض الناس عندهم بزاف، وكاين ماشي كل واحد وكيف. اذا ما غاديش تقول على راس الهياكل، راه يسأل راه خص الحموشي ما يقبلش هذا الكلام، لان راس الهياكل هو الملك، وكنعرفوا الناس كيسيئوا الملك، بعضهم كنقول بعضهم كيسيئوا الملك اساءات. اذا ملي كتقول على راس، اذا انت كتجعل واش اخوتي المغاربه كيعرفوا. وشوفوا يقول على السي الحموشي جهنم، واش الحموشي غنشبهوه بجهنم؟ مدير عام امن الوطن، وما تيقولش المدير العام مؤسسه على راس الهياكل السي الحموشي. علاه الحموشي هيكل؟ الحموشي جهاز مؤسسه؟ الحموشي راه ممثل قانوني ديال المؤسسه، ممثل قانوني ديال واحد المؤسسه، الاداره العامه للامن الوطني والمدير العام محافظه التراب الوطني، هو يرأسها، ماشي هو المؤسسه، هو الشخص. شوفوا اخوتي المغاربه اش يقول الحموشي. شوفوا على الاساءه دابا للحموشي، انه جاء يشبه الحموشي، كيصور لنا مدير عام ديال بحالو بحال البشر، موظف، انه جهنم. شوف بغيتك دير واحد الشكايه على لا على ما نديرو شكايه في اسبانيا ياك على سي عبد اللطيف الحموشي، هي بتعمل هو صافي. وهنا نقولوا ما نبقاش نحلم كاع نوصل لهنا صافي. انت بغيتي تصفيها لي نيشان 16 الوحش، تنلعبوا اللعبه 16 الوحش نيشان. انا مشت وما نكمل. دابا الا درتي شكايه بالحموشي عمرك توصل للمغرب. الله شد النقاش، قالت له خرجتش دير شكايه بالحموشي، قال لي الا دار عمري نوصل. علاش؟ على مال الحموشي مالو؟ شنو ما نديروش به شكايه ولا؟ دابا الحموشي الا ضر شي مواطن هنا في المغرب، القانون ما كيسمعوش دير به شكايه. علاش شحال الشكايات كاينه في المحاكم الاداريه بالمديريه وفي شخص ممثل قانوني السي الحموشي؟ عادي، سلوك هذا عادي ويضمنه هو، يكفله القانون. دابا هاد الصوره باش بنيتي قلتي الحموشي صافي، عرفتي كيعطي واحد الطباع الحموشي. دابا ولا كيضر المدير العام بالتصريح اخوتي. دابا كنشوف دابا هاد الخرجه دابا. هادشي اللي تنعاود لكم هادي غير سيمانه قبل فاش كتمشي وهادشي ما كانش في خبر هو. شوف مع راساتي هادي بغات تلصقني مع نيشان جهنم 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 جهنم. جهنم اخوتي، لا قالت له دير شكايه مع الحموشي راه تلصقتني مع جهنم. كيصور الحموشي، مع احترامي لك السي الحموشي، فنصوروا الحموشي بهذه الطريقه، الاساءه المدير العام في هذه اللحظه. دابا زعما هذا الشيء هذا واش؟ شوف اخوتي المغاربه، دابا تيقول هو على انه الاموال والهواتف، كيشوف الاموال هو دار واحد التسجيل. ديك السيده خرجت قال من بعدا باش نحطكم في الصوره. دابا شوفوا شنو هو تيقول على انه خبر السلطات. انت خبرتي السلطات، عطيتي السلطات الملف، اذا كاين البحث والبحث كيكون سري، ولكن البحث سري وعطيتي وسائل الاثبات، عرضت تسجيل صوتي، عرضت تسجيل صوتي ديال السيده، اخراق سريه البحث. وتيقول انا عطيت للسلطات هذا الشيء، عطيت للسلطات. وانا اي حاجه تنقولها الا وعندي عليها تفريغ يتقدم الى المحامي ديالي هو الاستاذ وتقدم الى الجهات المختصه، كل شيء بالتفريغات. انا الواقع هذه ماشي مكتوب شي حاجه اللي غادي نقول، بالعكس انا فرغتها بيدي، لانه التليفونات ديالي، المكالمات، الرسائل، كل شيء. هاد الاشخاص اللي تنذكر انا، التسجيلات الصوتيه وكل شيء كاين، كل شيء يعني كل شيء موجود. اي حاجه نقولها لكم اليوم الا وعندي عليها الدليل. شنو قال اخوتي المغاربه؟ قال لكم انا هاد الورقه اللي عندك وصحابكم كانت فيها شي حاجه كنعرضها. شوفوا هو دابا مع احترامي له، انا شوفوا دابا العرضه اللي كيعرض، قال لك انا ما كنعرضش ورقه كانت فيها تسجيلات، صافي خليها عاودنا. هو طيله الندوه كيعرض داكشي اللي مكتوب. يلا انا الواقع هذه ماشي مكتوب شي حاجه اللي غادي نقول، بالعكس انا فرغتها بيدي، لانه التليفونات ديالي، المكالمات، الرسائل، كل شيء غتحط. المهم هاد الناس هادو اول اتصال جاني كنشوف واحد الشخص يعني تيهضر في صواب كما تيقولوا لي بانني الابن المدلل ديالو هي الناس، بانني غادي على ديك الخطه اللي هو غادي عليها في طرح المواضيع. وقالت لي الاستاذ بغى يهضر معك.
قال لي نوه بيا في صلب الموضوع. بقى دازت واحد الايام مالاغا، قال لي فين؟ قلت له مالاغا سينتو. قال لي واش ممكن واحد هو تيقول لك انا ما كنقراش من الورقه، انا هذه فيها على الارقام وطيله الندوه كتقراو قدام. ما فهمتش انا دابا هادشي دابا كيفاش كيتنظم وكيفاش شوف اخوتي المغاربه كيقول لك الاموال والهواتف كيتعطاو لعباد الله. يعني تنقول علاش؟ واش غنفيق؟ واش غنبقى ناعس؟ واش غنبقى انا تنتلقى الاوامر؟ كاين ربح، ما نكذبش عليكم، كاين ربح مادي، فلوس تصيفط، نتحمل مسؤوليه كلامي. واذا كان القانون يحاسبني انا تيصيفطو، وكل شيء عندي بالبراق. من هي قضيه وطنيه محضه بان الناس على حق وعلى صواب. علاش يخلصوا عباد الله؟ علاش يعطيهم؟ علاش يشريو لهم التليفونات؟ علاش يشريو لهم الايفونات ويوجدوا لهم لوجيستيك؟ دابا مادام كاينه تليفونات وكاين فلوس وانت اصلا درتي تسجيل صوتي ديال وهبه خرشش عرضتيه، ايوا عرض لينا شي فلوس تحويل، هاد الفلوس الناس بغينا نشوفوا. مادام فضلتي لو كان في الاول كاع وسائل الاثبات خليتيها للبحث القضائي ما كاين باس، لا انت بديتي في البحث، جبتي واحد المكالمه ديال ديك السيد. واهم حاجه للراي العام، مادام درتي ندوه وفضلتي تقول ها الفلوس ها التليفون، شكون دار الفلوس، شكون هما هاد الناس، هاد اللوجيستيك هاد. ونقطه اخرى مهمه بزاف اخوتي المغاربه، دابا هاد السيد كيفاش دخل؟ اولا بعدا نفتح واحد النقاش مع الاستاذ، لانه علاش قلنا اولا باش يمشي محامي، لانه واش كيقول لك؟ تيقول لك مشى معايا المحامي في الطياره، راه جابوا المحامي من ركب الطياره 7 سنين، تنقول لكم 7 سنين من ركب الطياره جيت كان جالس ودخلنا الاجواء المغربيه، بانوا لي الضيوف. اذا جابوا الاستاذ بالطياره. واخا شنو كيقول القانون في هذا المستوى؟ غنمشيو للماده 42 من قانون المهنه، العلاقات مع الموكلين. قانون المحاماه يستقبل المحامي موكليه ويعطيه استشارته بمكتبه، غير انه عندما ينتقل خارج دائره مكتبه يستقبل موكله بمكتب احد المحامين. لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ان يتوجه الى مقر موكله الا اذا حتمت ذلك ظروف استثنائيه شريطه اشعار النقيب مسبقا. دابا المحامي مشى يجيب هذا السيد للرباط وخرج من دائره، خرج لبرا، هو تيقول كان معايا راكب في الطياره جينا انا وياه. اذا الموكل ديالو واش عنده اذن ديال النقيب باش ينتقل؟ واش كاينه اذن؟ هذه ماده واضحه. اذا حنا ملي غنعاقبوا زيان غنعاقبوا، انا معاك تكون مخالفه القانون باش نكونوا موضوعيين، غنعاقبوا علاش خالفتي البلاد، شنو كتخالف؟ قواعد قانونيه فيها السلم، فيها المؤسسات، فيها الاحترام المسؤولين ديال الدوله، مزيان، ولكن خصنا نكونوا ما نخالفوش عاوتاني القواعد. اذا واش كاينه الاذن ديال النقيب؟ واش كاينه شريط؟ واخا يكون وكيقول لك واخا تكون استثنائيا اذن النقيب لا يسقط. ها لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني المحامي ان يتوجه الى مقر موكله الا اذا حتمت ذلك ظروف استثنائيه شريطه اشعار النقيب. يعني المشرع تيقول لك اصلا ما عندكش تمشي للبلاصه فين كاين الموكل ولا تمشي عنده، يجي عندك للمكتب. قال لك تقدر تجيب شي شروط استثنائيه، ما نعرف شنو واقع، السيد مريض ولا شي وهذيك، ولكن قال لك اعطيني اذن. لا يوجد اذن النقيب. درنا التحريات ديالنا العديد من الاماكن لا يوجد اذن نقيب للانتقال. عاد الماده 15 من القانون الداخلي ديال المهنه في الرباط المقال ديال المحامون، انا الماده 42 في المهنه، وعاد القانون الداخلي ديال مجلس الرباط يشترط لزوما اعطيني الاذن. بغيتي دير غير ندوه صحابيه ولا خاصك المحامي تاخذ اذن في هذا المستوى. اذا هذا السيد دابا تيقول الهواتف اعطينا كذلك كما تنقول الهواتف. الى جانب نقطه اخرى مهمه جدا، دابا الصيغه اللي جا بها هذا السيد هو صيغه ديال كان عنده افكار. بعدا نوحق على الفكره، انا كان كيقولها هنا، تيقول لك انا كان عندي افكار، كان مغرر بيا، كانوا كيستغلوني. واش هذا النقاش اخوتي كيستقيم؟ اسمحوا لي، انت غتهاجم المؤسسات ديال الدوله، وحتى ديك السيده ملي بلغاتك واخا انت لاجئه كيكون منين بلغاتك على انها مهربه ولا ما كنتيش عارف الاول، ولكن قالت لك من بعد قاضي بيا عرفت بزاف الحوايج اللي كانوا تما، عاد عرفت بان الوظيفه ديالها شكون هي. يعني وكان عندي عادي، كنا هي جايه عندها تقول عندي مشكل مع الدوله، عندي مشكل مع الدوله، حنا كذلك حنا مقيمين له باللجوء. المهم باقي امل التقادم كاين. اذا التستر تبليغ عن جريمه، اذا كاين عدم التبليغ في ديك اللحظه سواء السلطات. قالت لك تواطأ البوليس، قالت لك ديك اللحظه قالت لك البوليس تواطأ الاسباني والمغربي. واش بلغتي السلطات الاسبانيه البوليس ديالها؟ لان انت عندهم مازال نقولوا السلطات المغربيه كان عندك ما مشكل وهذه خصك تبلغها، ولكن السلطات الاسبانيه واش كان التبليغ ديك اللحظه في اباني خصك تبلغ. اذا جريمه لما بلغتيش في ديك اللحظه. الا كتبت الجريمه ديال التبليغ دابا
وتبتت الجريمه كما كتقول واحد الوقت كنتي كتواجه الدوله والمؤسسات ديال الدوله. اذا كاين جرائم، انا عندي سؤال واضح، شكون اللي يعفى عليك دابا؟ اما القانون كيبرئك بعد مسار قضائي في باقي الملف، ما كاينش، ما عندكش شي براءه في هذوك التهم ديال عدم التبليغ، ديال الاساءه، اهانه البوليس، اهانه هيئه منظمه، الاساءه للمؤسسات الدستوريه. راه الناس مشاو بتدوينه ب3 سنين الحبس هنا في المغرب. شكون اما القضاء يبرئك، اما الملك كيصدر عفو. انا ما عرفناش عندك شي عفو على هذاك الشيء اللي درتيه، اما البرلمان ملي كيكون. اذا عطينا الصيغه باش دخلتي، شكون الجهه اللي سامحته وفين هو القضاء؟ واش يكفي نقول اسمحوا لي كنت غلط وانا سيدي غروا بيا وما كنتش عارف ولا دبابه ما فراسيش غتجي من روسيا ودير بحال الكلب وانت مول الكاسكيطه ومول الكاسكيطه قدام القضاء قال لهم سمحوا لي. ما مول القضاء ما حدا مشي تسامح، قال لهم اعتذروا مول الكاسكيطه. يلا انت تعتذر مول الكاسكيطه، اعتذر جوج مواطنين. اذا الفصل السادس من الدستور، القانون هو اسمى تعبير عن اراده الامه والجميع، وهذا هو الوثائق اللي كتحكم هذا المغرب باش يبقى شامخ. وكان شامخ الحمد لله ويبقى شامخ رغم وهذا هو اللي بغيتو نناقشوه، بغيتو نطبعوا مع هذا الشيء. صافي غدا كل واحد يتحمل مسؤوليته، صافي هذه البلاد. هذا مول الكاسكيطه اعتذر وسط المحكمه، شكون سامحوا؟ ودابا هذا شكون سامحوا؟ واش هذا حق المجتمع؟ راه ملي كتقول المس بالمؤسسات ديال الدوله وواحد الوقت كنتي كتعاونها، اسيدي جي القضاء وشوف القضاء واش تابت فيك، واش قاصر، واش كنتي ناعس، واش كنتي بحاله السكر، واش ما عندك الاهليه الجنائيه، واش تيقول. ودابا من الطياره جا ندوى صافي والقضاء وليتي مشتكي، اجي بعدا نشوفوك نناقشوا معاك حنا كقضاء، النيابه العامه تحرك ونسمعوا لك، خلي ايوه نسمعوا الاخرين. ولكن بالله حتى نشوفوك انت بعدا ما عقاصر، انت صوتي مداخله انا قاصر وراك تغالط وما كنتش عارف وضحكوا عليا واستغلوني واخا. ولكن كيفاش قاصر انت بعقلك؟ راه كيفاش قاصر؟ وكل واحد دابا يعيط له المخزن المحكمه يقول لهم انا ما كنتش عارف استغلوني هذا كيفاش استغلال؟ انت عاقل بعقلك، الحلال بين والحرام مبين ولا يعذر احد بجليل القانون. هو ما كيهمناش هذا الراجع. القضاء هو الجهه الوحيده اللي قادر تعطي البراءه الناس والادانه الناس، القضاء، وعلى رأسه كبير القضاة المملكة المغربية الملك محمد السادس، هو اللي كيعطيك العفو، هو اللي كيحكم الأصل. كيفاش دابا كتقولي أنا قصت المؤسسات وكنت كندير وتساهم في كذا وتلاقيت واحد السيد هاربة وما عرفنا واش عندك المشاركة واش عندك وعلى اللي قلتي، والقضاء لا يبحث. دابا عاجيتي قلتي لنا صافي باش عرفنا، أنا من حقي نسولك صاحبي وشنو هي الضمانة؟ البارح كنتي ضد، اليوم وليتي مع، وممكن غدا تولي ضد وما عرفنا. إذا حنا ما كيهمناش هذه أسئلة كصحفي كنطرحها، دفاع عن المؤسسات. أنا ما كنستهدفوش، والله ما كنستهدفو لا هو ولا المحامي ولا أي حاجة، ولكن ندافعوا على البلاد، ندافعوا على المؤسسات، ولكن بدون ما نزيغوا على احترام القانون. ما نزيغوش على احترام القانون، هذا هو المنطق الحقيقي. نهار نتسامحوا مع خرق القانون حيت تما كيدخل الماء، هذا هو سبب خلانه، هذا هو سبب خلانه. شنو معنى حنا كنقولوا حاكم زياش بونو؟ الأسرة المغربية عباد الله قدام الملك، كتجي الأسرة ونكرم الأسرة، وفي الاخير نقولوا حنا انا مثلي ماشي مثلي، الراجل مع الراجل، المراه مع المراه، زعما نضربوا الاسره ونضربوا الطبيعه ونضربوا الدين والفصل الثالث من الدستور ونضربوا كل شيء. يا الناس يهددون الدوله، انا معاك، سير اخويا القضاء دير شكايه، دير ندوه، ما تجبدليش انا مثلي، ما تجبدليش مشاكل بين اسبانيا وبين البوليس وبين، ما ديرهاش صحفيا يستثمروها عباد الله ينوضوا لنا مشاكل مع اسبانيا. انت عارف الابعاد ديال بوليزاريو، المدير العام الوطني جهنم، طحنتو وضحكوا ونجي ناكل العدس وناكل، نتصور نحن البلاد كناكلوا اللوبيا وكناكلوا العدس، تشبه ديال المغرب. زعما الطريقه زعما مع كامل الاسف. كنشكركم المتتبعات، ولا اخر كلمه نقول من نختم، اخوتي المغاربه، هذا الشخص هذا والله ما كنستهدفوا، والله ما كنستهدفوا، انا كندافع على الهويه. ان هذه الطريقه ديال انا مثلي وحنايا وعندنا فيه استفزاز لمشاعر المغاربه الدينيه الاسلاميه. حنا مسلمين، باش نكونوا مسلمين غب خص تكون عندنا نيت حنا مسلمين، اللي يقول انا مسلم انا مسلم ودافع على الاسلام، ندافع على الاسلام وندافع على الوطن بطريقه، ماشي يجي هذا يقول لي انا مثلي، انا ماشي مثلي، انا المدير العام الوطني جهنم، بحال اللي كيصور وكيأكد واحد الروايات دابا عند عباد الله كيروجوها مع وحنا كنضر له. دابا يجي واحد في الرباط والعاصمه ويقول هذا الكلام بهذه الطريقه، مع كامل الاسف. كنشكركم المتتبعات والمتابعين القناه، والى اللقاء. إخوان، شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.